ايه، اتكلم ولا ما اتكلمش؟ ولا اتكلم وتسمعوني؟ ايه الهبد اللي في القناه ده؟ ايه الهبد؟ كله ضرب مفيش شتيمه خالص. المفروض القناه دي يكون اسمها خير وسيله للدفاع الهجوم. ايوه، خير وسيله للدفاع الهجوم، ما يكونش اسمها كده، ولا حتى تسمى بالمختلط، ما ينفعش. زي المسؤولين عن الرياضه او عن الاعلام سايبين القناه دي تتكلم بالطريقه دي. يعني ايه حكم نزل على الصفحه بتاعته الاهلي حياه؟ هو فعلا الاهلي حياه، الاهلي وقار، ولكن الحكم ذات نفسه قال الصفحه دي مش بتاعتي، خلاص الموضوع خلص، ما نقعدش نعك فيه ونتكلم فيه ونلك فيه تاني. اول مره اشوف في قناه بتضرب في الاساطير بتاعتها، لا بنشوفها مستضيفه رئيس نادي سابق، لا بنشوفها مستضيفه اساطير في النادي بتاعها القدامى، تماثيل للعيبه القدامى بتتكسر في النادي. ايه القحامه اللي انتوا فيها دي؟ بصراحه طريقتكم اوفر جدا 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 في الكلام، ما ينفعش الكلام ده اللي بيحصل في القناه دي. المفروض القناه دي تاني قناه رياضيه في مصر، ما ينفعش طريقتها تكون كده، الفاظها ما تكونش بالطريقه الجارحه دي. ولا رضا عبد العال ما عجبوش ولا مدير فني يجيبوا النادي الاهلي. طب تيجي انت كابتن رضا عبد العال تدرب النادي الاهلي عشان تستريح؟ طب يعملوا لك ايه؟ ده انت طنطا شلها يا سيد يا بدوي وقعت بيها ونزلتها. طب يعملوا لك ايه يا رضا عبد العال؟ ما تنساش ان لحم كتافك من خير النادي الاهلي، كفايه كده على النادي الاهلي. رضا عبد العال يا ريت تنقد نقد بناء، ما احنا كلنا بننقد النادي الاهلي زي ما بننقد النادي الاهلي، زي ما بننقد نادي الزمالك، ولكن بنقد بناء. الاهلي فنش المباراه امام فاركو اجمل تفنيش بهدف فيه تكتيك، مش ركنيه كده والسلام اترفعت طب في الجون، لا، الركنيه اتعمل فيها تكتيك عالي يا كابتن. انت لو اتكلمت عن الركنيه ممكن تاخد لك ساعتين ثلاثه تتكلم على تفاصيل الركنيه والهدف الجميل اللي جابه النادي الاهلي في فاركو في نهايه المباراه. اي نعم الاهلي كان متواضع، ولكن لعب باداء مشرف، فاركو لعب باداء مشرف لان الفريقين كبار. طب كابتن رضا عبد العال ما بتتكلمش ليه عن تاكيس دونياس؟ ما هو اتغلب 2-1 وهزيمه قاحله لنادي بيراميدز، ليه ما تتكلمش عليه؟ ولا عشان هو كان على هواك اساسا وكنت عاوزه يجي في نادي الزمالك، ونادي الزمالك طبعا ضرب بكلامك عرض الحائط وما جابوش وما قدرتش تنقذ نادي الزمالك نهائيا. طب اشمعنى النهارده بتنقذ النادي الاهلي وشغال فيه هبد هبد هبد؟ ولا عاوز حد يجيب للنادي الاهلي مدير فني على حسابه من بره، زي ما كنت عاوز تجيب مدير فني للمنتخب الوطني على حساب ترك آل الشيخ؟ لانك حرفيا كده مش مقبول من النادي الاهلي ولا من جماهير النادي الاهلي، لانك بصراحه بتخبط في الحلل كتير جامد جدا جدا جدا. رضا عبد العال ابعد شويه عن النادي الاهلي، هادم حق النادي الاهلي والمديرين الفنيين اللي بيمسكوا النادي الاهلي. نرجع تاني للقناه اللي انا سميتها خير وسيله للدفاع الهجوم. طيب الاهلي مزعلك في ايه؟ انه هو هيروح يشارك في كاس العالم للانديه؟ مزعلك في ايه يا جدع؟ انت خليك في حالك، انت يا سيدي اعمل نص اللي عمله الاهلي، وتقول لي انا مستكترين عليا الفرحه اني افرح 3 مرات متتاليه. هو الدوري 8 اسابيع ولا 9 اسابيع عشان مستكترين ولا مش مستكترين؟ النادي الاهلي لغايه دلوقتي عمال نقول عليه مستواه ضعيف ولا زال الاول. طب هنعمل لك ايه اذا كنت انت مش قادر تجيب النادي الاهلي الا غير بخير وسيله للدفاع الهجوم اللي انت بتعمله على القناه بتاعتك؟